السلام عليكم ويسعد أوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامة. رجعنا لكم فيديو جديد وروتين جديد وفلوج هم جديد وياه. طبعا ولو اليوم الفيديو شوية طويل بس حيكون حلو لكم. طبعا أكيد بداية الفيديو نبدي وياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا أكيد نبديها ببطبوطة بما أنه تحبون ننزل فيديوهاتها دائما. وطبعا أكيد بداية الفيديو حنروح وياكم السوبر ماركت، يكون شوي كلش كبير حلو وكل شيء متوفر به مثل ما نقول اللي هو الوردة. فهنا بالبداية أنا حشرح لكم، حدخل بكل تفاصيل هذه، لكن السوبر ماركت لكن هم يعني ما رحت لكل مكان بالضبط مثل ما نقول. هنا بالبداية هذه أصناف الألبان بكل أنواعها. هنا جميع المربيات، جميع النوتيلا، اللوتس، عندنا البستاشيو همين وهذه السوالف. طبعا أنا بما أنه أريد أسوي ترند شوكليت دبي، طبعا جبت وياهم هذه الشغلات اللي أحتاجها منهم. وهنا طبعا عندنا أنواع الجبن والزبد، البارميزان اللي يكون خاص للمعكرونة، هنا الأجبان العلب، هنا الحليب المبخر اللي يكون خاص للشاي الكرك. وهنا أنواع وأشكال العصائر اللي تكون هي يابانية وكورية وباقي الأنواع العادية اللي هم موجودة، وهم جميع المشروبات الغازية. هنا طبعا هذه الجهة الثانية اللي هي تكون الجهة الخاصة بالمخبوزات، يعني مثل ما نقول مسوين الديكور طبعا كلش حلو بس ما أقدر أصوره لأنه بنات بيه. فهنا يكون خاص للأنواع وأشكال الصمون الصحي والعادي. وهنا أنواع الفطائر، وطبعا الكراسون بجبن، أكو هم أنواع ثانية وكرافس، أنواع الحلويات. وطبعا صمون هم يكون أكو محشي شوكولاتة وأكو محشي جبن، وأكو هنا بالحبة السوداء والعادي. وحتى للأشخاص اللي يكون مرضى ويكون يعني خالي من الجلوتين أو هيك شيء ما أعرف شنو اسمه بالضبط، همين موجودة الأشياء وياهم. هنا طبعا هذا فرن خاص، أي شيء يعجبكم يعني مجرد إنه تختارونه قبل يدخلوه للفرن وينطفوا إياه. هذا اللي هو الشوكليت الترند المشهور اللي حسويه وياكم إن شاء الله. هنا عندنا طبعا هذا خبز الريف هم اللي دائما يجيبوا لي من عندهم، والعيش. هنا طبعا هذا مكان المطعم، مو مطعم بس تجهيزات، كل شغلات بيها وكلها اللحوم حلال ومثل ما نقول ذبح قدامكم يسووه. هنا طبعا أنواع المقبلات تكون جاهزة وخالصة همين. وهنا أنواع شكو تجهيزات غذائية، شوفوا كباب، برياني، دولمة، دجاج، أنواع الفطائر، المقليات، الكبب، هالسوالف الميني بيتزا وهالسوالف الثانية همين كلها موجودة. صح هو نوعا ما نقول هو شوي يعني أسعاره مو رخيصة، مثل ما نقول شوي مختلفة، وأكو أشياء لا والله نلقاها هي نفس الأسعار. هنا هذا الجانب اللي يكون هو خاص بالصوصات والصلصات همين، اللي مثل مايونيز وكاتشب، وأكو خلطات تكون حلوة، أكو هواية ناس ياخذون من عندها، بالإضافة إلى خلطات المعكرونة. وهنا لقيت معجون الفلفل البارد الأحمر وأخذت العلبة من عنده. وهنا طبعا هم عندنا الجميد، دهن الحور، عندهم هنا هذا كله الفرش مالتهم خاص يكون ذبح، يعني كل النوعية الممتازة. دجاج بأشكاله وأنواعه مثل ما نقول، مقطع صدر مسحب وهالسوالف، وأجبان هم بكل الشغلات موجودة، واللحوم هم من نفس الحالة. وعندهم جانب ثاني اللي يكون المجمد الخاص. هنا أنواع الشوكولاتة، أنواع التمور، بالإضافة هنا حندخل للبقالة اللي هي اللي خاص بالمخضر والفواكه، وعندهم أشكال وأنواع. طبعا هنا بهذا السوبر ماركت يكثرون الكوريين اليابانيين، أكو سائحين يعني وأكو لا شغلهم هنا، فهنا تلقوهم موجودين كلش هواية. شوف أنواع يعني حتى أكو شغلات يعني العراقيين ما يعرفون أصلا يستخدموها شنو، هي موجودة لأن بكثرة اليابانيين والكوريين يستخدموهم. هنا طبعا عندنا أنواع الخضروات، وهنا أنواع الفواكه والأنواع الطماطم وهالسوالف والشغلات الجديدة الحديثة. وهنا جانب العجوزيين أقدر أقولها، لأنه حتى الخيار والطماطة يعني وهالسوالف. شوفوا الرمان مفرطي، الفاكهة عندنا الرق، البطيخ، شوف فوق الخيار كامل مقطع وجاهز، الجزر جاهز، الفلفل الألوان هم مقطعيها ومخليها. يجوز يعني العجوزية هذول حتى ماعون ما يحولوا، مجرد قبل يخلوه. هنا لقيت هذا ميني بصل، طبعا كلش حلو بس سعره شوي غالي ما أخذت من عنده. هذا يستخدم أعتقد للقلية وهالسوالف، وهم هذه السوالف لليابانيين وهيك يحبوها. هنا عندنا هذه المنتجات المجمدة، يعني أما تأخذون الذبح
اللي قدامكم موجود هذاك اللي شفتوه. وهنا المجمد الشركات وهالسوالف يعني، صدر دجاج، أفخاذ، تجهيزات كاملة مثل برجر، سوالف ثانية. وهنا عندنا أنواع الزيوت، زيت الزيتون والزيت العادي والدهونات، يعني تكون علب معدن. وهنا هذا يكون جانب خاص بالمعلبات، أشكال وأنواع اللي تريدون. طبعا أنا يعني أي شغلة مثلا ما ألقيها نهائيا بأي مكان هنا ألقاها، بس عندكم يعني قبل كنت أدور على لسان العصفور صراحة، والعدس اللي يكون ملون البني كنت أحب أسوي به يعني أكلة مصرية، لكن ما كنت ألقى دائما صراحة. هالمرة لقيتهم. هنا عندنا هم أنواع هذا يكون مثل المخلل، عندنا بإذنجان مشوي، عندنا أشكال وأصناف يعني موجودة بيهم. فهنا حننتقل بعدها للطابق الثاني. طبعا أنا ما صورت الكل، بس هذا الجانب الأكبر. هنا طبعا زيت الزيتون ومخللات، الدبس، الراشي، صلصات، الليمون، ما أعرف شنو، بيض، كلها من موجودة بالطابق الأول. الطابق الثاني هو هنا عندنا العناية، ما الشعار، بلسم، شامبو جسم، الصابون أنواع وأشكال عندكم، يعني هاي الشغلات الخاصة مثل ما نقول مستلزمات الاستحمام وهالسوالف. طبعا بعدها حيكون على الجهة الثانية المكان اللي يكون كلش حلو أنا أحبه، اللي هو خاص بالتنظيف، يعني تنظيف المنزلية، مثل عندكم الزاهي، القاصر، المعطرات الأرضية، أشكال وأنواع. طبعا هنا الريحة تجنن لأن أشكال وأنواع بيها، فالعدة حساسية من هالموضوع يبقى بس يمشي ويعطس. هنا طبعا أشكال وأنواع، وطبعا هو كل يعني مكان نروح له بأنواع شركات، والشركات تكون كلش هواية، فهم أشكال وأنواع موجودة بيه. هنا هم شامبوات، هنا هم منظفات اللي تكملة تكون مالتهم. وبعدها حيكون الجهة الثانية ويا المنظفات، الجهة الثانية هي تكون هنا حلويات، مثل حبشكلات العيد على قولتنا يعني دائما احنا نسميها، اللي هي نساتل، الشوكولاتة، الشوكليات، ويفر وهالسوالف يعني. هم من هذا الجهة كلها موجودة، ولا هو بعد أكو أكثر يعني منقسم إليها. وهنا هم عندنا اللوتس، يعني أو زبدة الفول السوداني، أو البستاشيو، عندنا النوتيلا، وأشكال وأنواع همين بيهم. هنا أنواع من النساتر كلها. مدام بعدكم طبعا بداية الفيديو تقولنا لايك، حكيت هواي كلش تعبت، فحتى أكمل الفيديو من وياكم بالكلام. هنا هذا الجانب اللي هو يكون خاص بالمعجنات، أنواع وأشكال الطحين، يعني شركات متنوعة، بالإضافة البيكنج باودر، الخميرة، أشكال وأنواع، مو صنف واحد يعني، أكثر من شركة أقصد. عندكم الفانيلا، مثل هنا النشا، الكاستر، وأنواع وأشكال الكيك الجاهز، الكب كيك، يعني مجرد باكيت وأنتوا تخلطوه وتخلوه. هنا أنواع القهوة عندنا، أنواع الكاكاو، هنا عندنا الكريمات، الكراميل، الجلي، شنو بعد، شوفوا أشكال وأنواع، هذه كلها تكون جاهزة، مجرد تخلطون وياها أعتقد زيت بيض هيك شي، وتكون جاهزة وتدخلوها الفرن وتطلع كاملة. أنواع وأشكال، فراولة، شوكولاتة، فانيليا، موز، برتقال. وهنا عندنا همين شركات، طبعا هذه شركة واللي شفتوها شركة ثانية. هنا عندنا حتى البراونيز همين، وحتى لقمة القاضي العوامات هم موجودة جاهزة بالباكت، مجرد تخلطوها وتخلوها. هنا أنواع الشوكلت والعلب اللي تكون مرات واحد يوديها للضيوف إذا يروح مثلا الناس أو كذا. وهنا همين عندنا أنواع وأشكال الكرزات والشركات. هنا الوزن هم موجودة كرزات، وعندنا البقوليات كاملة، وبهارات همين على وزن، وهذه البهارات اللي تكون علب هم أشكال وأنواع. بعدها طبعا حننتقل هنا المكان اللي يحبوه خاصة الأطفال، أكثر شيء اللي هي شغلات الكوريين والأندومي وهالسوالف وعصير. هذه العلب اللي أقولكم عليها جدا طيبة، اللي هي بهارات الدجاج، تكون كلش طيبة وخفيفة لأن بيها خضار هواي. شوفوا هذه أنواع الأندومي الحار، يعني سبايسي، ثاني هاي الأشياء الخليطة اللي يحبوهم صراحة، أنا كلش ما أرغبهم يعني. شوفوا هنا أشكال وأنواع قلاصات أندوم العادية اللي دائما مثل موجودة. هنا عندنا شعرية مثل معكرونة،
بعد شنو هم من سوالف ثانية. هنا عندنا حتى خلطات اللي تكون خاصة بالصلصات، تكون بالبيتزا أو صلصات للمعكرونة تكون هم جاهزة. حتى هذه الخضرة هي صلصة معكرونة. وعندنا بعد معجون طماطة، وشنو بعد، هذه تكون أكلات جاهزة مجرد تضيفوا لها فقط مي بعلب، يعني معكرونة مجرد تضيفون مي الخلطة كاملة جاهزة وتنأكل. هنا عندنا المعكرونة كلش هواية شركات، فهنا كل شركة مخليها على حدة أو على رف يكون خاص إلها. هذه شركة شكلوا أشكال وأنواع المعكرونة، الأشكال الحلوة الصغيرة، الحجم الكبير، الأشكال مختلفة، يعني مثل ما نقول اللي بنفسكم هنا تلقوه بهذا المكان. بالإضافة هنا طبعا دا أصور ولقيت عش العصفور. شوفوا هنا الملوخية والفوتاشيني همين، وهنا عندنا شاي محمود وشاي السوالف الثانية أنواع همين. وهنا عندنا حتى أكو أشخاص مرضى يكون ما أعرف شنو نوعهم، يعني ما يأكلون المعكرونة أو لا هي الجيلوتين أو هيك شيء ما أعرف شنو هذا همين، أو اللي عندهم حساسية من الطحين من المعكرونة. هنا موجود لهم رف كامل. صح يمكن شوي أسعاره تكون مختلفة، بس موجود كل شيء بنفسهم هنا. هنا طبعا هذه هم أنواع المعكرونة، وهنا همين أنواع شاي، وأكو فرع خاص همين أو مكان خاص نقول للشغلات أهل السكر. همين كلها موجودة لهم، وهم للي يعانون من التحسس من الطحين وهالسوالف. هنا عندنا أنواع وأشكال الفواكه تكون معلبة، وكذلك الذرة، وهذا الخاص اللي هو يكون مكان لأهل السكر. عندنا بعد شنو، هنا همين أنواع المعكرونات كلش هو يعني أكبر رف شفته هو بالمعكرون. هذه هنا اللي هي لسان العصفور اللي قد دورتها وما لقيتها، هو حتى نفس هذا المكان لكن هالمرة وأنا أصور شفته قدامي، فجبت لي تقريبا 2 3 3 أخذت فجبت لي هنا 3 على مود شنو يبقون عندي، لأن أحب الصراحة استخدمهم بأصوات متنوعة. وهنا البقوليات اللي تكون معلبة مو وزن، هناك شفنا الوزن. وهنا لقيت همين العدس البني، حتى همين أسوي وياكم فشغلات حلوة. طبعا هذا الطابق الثاني وهمين ما أخذته كله، حنشوف بعد يعني. لكن المكان كلش واسع وكبير، تقريبا 4 طوابق أتصور أو 5. شوفوا هنا هذه كرزات، حتى اللي تكون كرزات آسيوية وهيجي هم موجودة. أنواع النساتل وهالسوالف. هنا المكان خاص يكون بأشياء اللي تكون للاستحمام الطفل، والخاصة بتنظيف المنزل، يعني مثل عندنا الماسحات، قطع قماش المسح الأرضية، جلافات يعني هذه مثل ما تشوفوها أنتم كلها. فرش أسنان، وعندنا المعجون هم أسنان معجون أسنان أشكال وأنواع، وإسفنجة وهالسوالف همين كلها موجودة بهذا. وهنا أنواع التايد. وطبعا هذا القسم اللي هو يكون آخر شيء خاص كلينكس وعطورات منظفات ملابس، الخاص بالعبايات والخاص بالملابس البيضة والخاص بالملابس العادية. وكذلك هنا هذا المكان خاص للأطفال اللي هو يكون بصفة يعني بأنواع تكرمون حفاضات وهالسوالف، وهمين شكو شيء خاص بالأطفال يكون موجود. طبعا هنا بعد ما كملنا حننتقل للطابق الأخير الثالث يعني، اللي هو طابق المنزلية. طبعا كلش أحب هالسوالف. الصراحة هذا عجبني كلش، الترمز مثل ما شفته شكله كلش حلو، لكن ما أعرف شو عجبني وما عجبني، يعني هو كلش حلو بس ما أعرف هيك يعني حسيته يصير ممل، يعني إذا تخلوا يوم يومين ويصير ممل. هنا طبعا عندهم هواي أشياء مثل هذه تشوفوها الترامز، وكذلك عندنا الدلات، أنواع الأكواب، الفناجين، هنا المقدمات، هنا هم يعني القواري. أنا طبعا كلش أحب القواري، يعني عندي كلش هواية، بس صراحة أحبهم. مواعين هم يعني أشكال وأنواع، أنا يعني إذا يفقدوني هنا يلقوني، لأنه هذا مكاني المفضل مثل ما نقول. وطبعا هنا هم يعني القلاصات موجودة عندكم، هنا القارورات وهالسوالف، السكاين الشاي، المواعين بأشكالها وأنواعها. شوفوا هذا اللون الأسود هم كلش عجبني، بس شوية الصراحة بالمنزلية شوية أسعارهم يعني مبالغ بيها. هنا عندنا سباتولا وغيرها، كل هذه هم موجودة شغلات المطبخ. وهنا عندنا أما الخشبيات يعني
حلوات صحيح بس كلش مبالغين بسعرهن، فنهائيًا ما آخذ الشي من عندهم هنا من الخشبيات، لأنه أني ماخذة يعني قبل من غير أماكن أسعارهم تختلف عن هيج، يعني ما يحتاج هيج كلش مبالغة بالأسعار. فهنا همين هذا أنواع وأشكال الخشبيات. هنا عندنا شكوى قرطاسية، بما أنه المدارس جاية، وكذلك ألعاب أطفال، ترامز اللي تكون مجمدة، والثلاجة اللي تروح بالسفرات أو أماكن بعيدة، هذا مثل الأحمر. وهنا عندنا ساعات أو لوحات همين أشكال وأنواع، ميز طعام يكون مال حديقة، طبليات، وهالسوالف هم كلها موجودة. طبعا أكو جهة ثانية همين خاصة تكون الشغلات الإنشائية وهالسوالف، يعني دار نفيسات وهيجي وما شابه عائلتها. هنا السياخ اللي تكون خاصة للشوي، وكذلك هنا السياخ الخشبية همين خاصة للشوي. وبعد شنو عندنا هنا هم أنواع القوارب، وهنا عندنا أنواع اللي يكون بلاستيك مثل العلب أو طاسات كاسات هيج سوالف، لكن تكون أكيد من شركة ليمون قوية، لأن قلت لكم إنها صح أسعارهم يعني غالية، هي يعني نقول الأشياء زينة بس شوية أسعارها تكون قوية. هنا عندنا الشغلات اللي تكون للتوزيعات للسفرات هيج سوالف، أشكال وأنواع يعني ما تشتهي النفس موجود. وهنا عندنا همين الأكواب الكرتونية، عندنا الترامز، عندنا المطاريات. هنا عندنا جميع الطاوات وأشكالها، والقوالب جميعها وأشكالها، وصواني تكون خاصة بالفرن للبيتزا أو هيك يعني هم الشوي هم موجودة أشكال وأنواع. بقى عندنا القسم الأخير اللي هو هذا يكون خاص بالمناشف، الخاوليات اللي هنا، الكوشات الوجوه. عندنا ديباجات، فرش يعني هم كامل جنس سفر، وهواية شغلات يعني. طبعا هنا مو هذا الأخير، عفوا بقى بعد آخر شي اللي هو مال الأجهزة الكهربائية. وهنا أكو قسم اللي هو الخاص بالهاند ميد، اللي هو الصناعة اليدوية. طبعا السعر كلش غالي يعني، بحيث شفت هنا أكو مثل الماعون على قد كف الإيد يعني. هذا مثل تشوفونه كلش عجبتنا الصراحة، فأخذت منها 4. أنا قريتها عبالي 1000، بعدين ابن أختي قال لي خالة مكتوبة ترى 11,000 هذه الوحدة، يعني كلش مبالغين بسعرها. يعني أنا لو أجيبها على طريق كربلاء أو على طريق يعني هذه المحافظات، يعني إذا أجيبها ألقاها يعني أكثر شي يمكن 1,500 أكثر شي، إذا مو 750 السعر، بس مو مال 11,000. فرجعتهم، أخذت 4 وبعدين رجعتهم. هنا الأجهزة الكهربائية هم كل شي موجود، وطبعا الأوفن، الميكروويف، الأوتي، الغلايات، الخلاطات، جدار الضغط، عندنا محضرات الطعام، منظفات اللي هم يكونون شو سوار همين، والمنظفات اللي تكون هي تغسل الزوال وهالسوالف همين. وهنا عندنا شوايات، ويعني كل شي موجود بيها. أنا طبعا حخليكم شوية تكملون للنهاية، لأنه تقريبا خلصنا، وأخذت شوية هم شغلات حلوة عجبتني، فأكيد حنتحاسب وياهم ونروح للكاشير، وبعدين حتى نشوف شنو حنسوي بالبيت. فأنا حعوفكم شوية وبعدين أرجع لكم. حكيت هواي، فأتمنى اللي بعد ما ضايف لايك يضيفوا لي لايك حتى تشجعوني، ودائما تسووا لي وهس إنه أنزل لكم هيك فيديوهات حلوة.
ورجعنا هنا. طبعا أخذت الشغلات اللي محتاجيها من السوبر ماركت، وكذلك أكو عجبوني الصراحة هيك قدر يعني يكون ناعم هيك شكله حلو فافون. هم أخذت له قطعتين من عتها، كلش تعجبني شغلات الفافون وهالسوالف. فهنا طبعا بعد ما رجعنا حنسوي كوبة حلب، بما انه اكو بنوتة طلبت من عندي بالتعليقات شوية طولت عليها خطية. قالت استخدمي القالب اللي موجود بمفرمة اللحم مالت الكبة، اللي يسوي الكبة يعني كاملة مثل ما نقول، ما عدا انه هي تحشيها وتعدل الشكل مالت الكبة. هنا طبعا اني سويت عجينة هي اللي مالت تمن وخليت بوتيتا وخليت وياه فطان، نزلتها هواي حخليها بصندوق الوصف اللي يحب يشوفها. بس هنا انا ضفت هواية بوتيتا، فالعجينة شوية صارت لينة. فاكيد انت اذا تسوين يعني او اي بنوتة تحب تسوي بهذا القالب، خلي تسويها يعني انه عجينة تمن فقط، لا تخلي وياها بوتيتا. ليش؟ لان بالبوتيتا عندنا تلين العجينة، فتخلي العجينة داخل المفرمة تكون جدا خفيفة وبنفس الوقت ما تاخذ شكل. او اذا تحبون تجربون انه تستخدمون عجينة البرغل، وطبعا انا ان شاء الله اسويها، بس الصراحة هسه ما عندي وقت انه ركض بركض اسوي شغلات هواية. فان شاء الله هم حجربها اكيد وياكم بعجينة التمن فقط وبعجينة البرغل. بس أنا حتى ما أكسر خاطرها خطية سويتها، على الرغم إنه أنا يعني وأني أعجن بيها العجينة حتى ما سويتها بالمفرمة، يعني بإيد عجنتها، لأنه قلت لكم البوتيتا دائما السهل بالعجينة وبنفس الوقت تنطي ليونة، وتصير حتى يعني قرمشتها حلوة وكل شي بيها طيب، يعني مثل ما نقول ما ناقصها شي. بس كأخليها بهذا القالب إنه تكون جدا لينة وتخرب. فهنا طبعا سويت التمن، ضفت عليه ملح، ضفت بهارات، خليته هنا يتهدر، وضفت همين بوتيتا وياها شوي كمية حلوة، لأن احنا بالبيت يحبونها همين وياها تكون بوتيتا. وهنا عندي الحشوة همين لحم مفروم وبصل وبهارات على حسب انتو الرغبة اللي تحبوها. وطبعا حستخدم وياكم القالب وحتشوفون عجينة تطلع لكم شوي لينة، لكن إذا كانت فقط تمن هي مجرد إنه أول ما تطلع قبل انتو تلزموها يعني بإيدكم العجينة، لأن على حسب الحجم اللي انتو تريدوه حتى تقدرون توقفون الماكينة أو المفرمة. فتحشونها ومجرد تعديل الحافات الكبة أو العجينة وتطلع لكم كبة لوز مثل ما نقول. لكن أنا إن شاء الله حجربها. أنا فشلت وياي لأنه بوتيتا مخلية كلش هواية داخل عجينة، لكن المرة القادمة إن شاء الله، مو المرة القادمة يعني قريبا، لكن يعني بالأيام الجاية حسويها فقط تمن وأجربها وياكم. حسوي حتى برغل اللي تكون هي سلق همين بهذه المفرمة، حتى إن شاء الله لحد ما تنجح العجينة وأقول لكم إياها. هنا كملت كل حشوة، وهذه مثل ما تشوفون حبدي أبدل قالب. طبعا هنا عندنا تجي وياها المفرمات هذا الشكل الناعم، واكو الشكل الخشن همين وياها يجي، واللي يكون خاص بالدولمة او هذا الخشن شوفوا. اما هذا اللي يكون على شكل مثلثات هذا يجي للدولمة او يجي للحميسة مثل السمون، حمسة بصل وبوتيتا، حمسة شيء اي شيء يعني ثاني من هالسوالف. اما هسه هذا القالب فطلعته وحخليه قالب الكبة. هذا مثل ما تشوفون اخليها تجي قطعتين، وبعدين ارجع المثبت مالتها، وحدخل أبدي العجينة أسويها على شكل رولات وأدخلها. مجرد إنه تطلع لازم هنا إيدكم على الماكينة حتى تشوفون جيد القياس اللي أنتو تريدونه. شوفوا هنا طبعا راح أدخل العجينة هذه اللي هي هالشكل أسويها، وطبعا أبدي أدخل العجينة وبعدين أفتح ماكينة المفرمة حتى شنو هذا يطلع هيك شكلها. أنا لين لينة شوفوا هيك ساحت بسرعة، لكن لو فقط تمن تطلع لكم شكل كامل. ومجرد إنه أنتوا تحشوها وتسدون المقدمة مالتها والزوايا الثانية حلموا شنو تطلع لكم حلو. هسه أريدكم تسمعون القرمشة مالتها. وطبعا أنا لأنها طلعت لينة سويتها بإيدي، فهسه شوفون القرمشة الصوت شلون حلو، وبنفس الوقت طعمها كان يجنن. وسهمكم العافية، سمعوا الصوت. وهذا شكلها النهائي، وأكيد سهمكم العافية وربي يشبع كل جوعان. طبعا هذا اليوم الثاني جهزت لليوم اللي بعده دولمة صار لنا كلش هواية ما مسويها، فجهزتها من الليل. وهذا هنا يعني اليوم اللي بعده مجرد خليتها على النار وضفت الصوص الخاص بها اللي دائما أضيفه اللي هي الحمضيات وهالسوالف. وهنا طلعت لنا الدوم والعشق، أنا كلش أحبها طبعا، والطعم كان هم كلش خرافي. وقدمناها وياكم أكيد ويا الحبشكلات، بما أنه وقت الرطب ووقت
مثل ما نقول اللوبي همين متبقية عندنا من اليوم اللي قبله، همين حخلي الحبشكلات السلطة وهالسوالف. وعندنا همين طرشي وهنا جرجير، وأكيد بقية الأشياء. وهم أقول لكم سلامكم العافية وربي يشفعكم الجوعان. هذا كان اليوم روتيننا، صح شوي طويل لكن شوي مثل ما نقول تغيير عن المألوف دائما تنظيف وهالسوالف. حبيت أطلعكم السوبر ماركت كلش كبير، يجوز أكو هواية ناس يعني تحتاج هذا الشغلات اللي خاصة، يعني اللي عندهم تحسس من الطحين وهالسوالف أكو مكان لكم يعني. أهل السكر هم لهم مكان خاص بها، صح أسعارهم شوية يعني نوعا ما نقول غالية، لكن أكو أشياء عندهم همين مناسبة. وطبعا هذا قدمناه وياكم وخلص الفيديو مالتنا. أتمنى إن شاء الله اليوم عجبكم وتونستوا وياي. أتمنى ما تقصرون وياي باللايك، واللي زارني أول مرة تنسوني الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. وبالأخير أقول لكم مع السلامة، انتظروني الفيديو الجاي.